البوطه ولات اخف من الريش، ومحال دوز لينا حتى يومين في هذا رمضان. هذه البوطه اللي فيها 12 كيلو ديال الغاز ولات فيها بقدره قادر 9 كيلو فقط، بحال داك الشيء ديال الالعاب السحريه. 3 كيلو ديال الغاز كانت هنا تسربات للاسف مع الهواء. ها انت سيدي هذه البوطه جديده، ها هي من الفضول قلنا ارا نوزنوها نشوفوا شحال فيها. ها هي فيها 21 كيلو و676. الا كنتو تعرفوا تحسبوا، ربما انا ما تنحسبش مزيان. ها هي البيطان 13 كيلو، هذه مكتوبه عندهم ديالهم 13 كيلو. الطاره 11.8 كيلوغرام، نقولوا غا 11، داك 800 مشات مع الترونسبور والهواء. 11 كيلو و13 24 21 و600. في مشات 3 كيلو و200 غرام ديال الغاز، 3 كيلو و200 غرام. والبوطه باقا الثمن ما حيدوش عليها الدعم، غنقصوا منها وصافي. طبعا بعد ما شفت هذا الفيديو مشيت عند مول الحانوت وسولته على هذه القضيه باش نتاكد قبل ما نتكلم، وفعلا هز بوطه جديده وحطها فوق الميزان، وكانت النتيجه كيف ما كاينه في الفيديو، ناقصه 3 كيلو ديال الغاز. زدت سولت واش كلشي البوطات بحال هكا، جاوبني ان بعض الشركات كينقصوا 3 كيلو وكاينين اللي مازال محافظين على الوزن. اش كيعني هذا الشيء؟ يعني على ان حكومتنا الموقره ما دايراش خدمتها، كتفرج في هذا العبث، تتفرق علينا هذه البوطه وما يلقاو ما يصلحوا. وزعما لهذه الدرجه وصلنا من اللامبالاه. واش اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، هذا ينقص وهذا يزيد، ما كاينش واحد الاستراتيجيه موحده اللي كيخضع لها كل شيء. مطيشه والبصله شهر هما مصدعينا راه نقصوا، وكل ساعه يقولوا لنا راه نقصوا. اليوم تيا في سوق قليمين رجعوا لاكثر من 10 دراهم، يعني خاص نغوتوا ونستنكروا دائما باش تخرج لنا الحكومه الموقره تنقص لنا في الثمن. باقي لنا تقريبا 3 ايام ولا 4 على رمضان. والله يكون في عون الدراوش، والله يكون في عون المساكين. واحد الملاحظه لاحظناها اليوم تيا على ان الاقبال على الاسواق قبل رمضان كان ناقص بزاف. هذا الشيء سببه حاجه واحده، وهو ان المواطن المغربي تقهر بهذا الغلاء وما بقاش قادر يشري حتى شي حاجه. عيينا ما نتكلموا، عيينا ما نغوتوا، وعيينا ما ننتقدوا، ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. اليوم ايضا غير في هذا الصباح، هذا صباح المازوت زايد. واش دخلت عليكم بالله، نحن على ابواب الشهر الفضيل والمازوت يزيد. ماذا يعني ذلك؟ يعني انه بالمحصله النهائيه كل شيء غادي يزيد. والله يجازيكم بخير، غير على الاقل الى ما قدرتوا على مدار السنه كامله اللي كيغوت فيها المواطن واللي تكوى بالنار ديال الغلاء تنقصوا لينا. وغير في هذا الشهر الفضيل هذا رفوا بالمغاربه، لانه الشهر كيتزادوا فيه المصاريف. الشهر اللي كيستهلك بوطه كيستهلك جوج، اللي كيستهلك كيلو كيستهلك جوج ولا 3. الشهر اللي فيه بزاف ديال الحوايج رأفة المغاربه، وتكون واحد الاستراتيجيه. اليوم راه ما غنمشوش عند الحلقه الضعيفه مول الحانوت. حنا شفنا لجان ديال المراقبه كتخرج ودارت الخدمه ديالها، ولكن بغينا الحكومه تتكلم مع الشركات الكبرى المحتكره والمسيطره اللي منها جاي المشكل واللي منها جاي الخلل. هذا الشيء خاصو يكون عنده استراتيجيه ورؤيه واضحه وما يكونش موسمي. هذا الشيء خاصو ينتهي، وخاص قرار اللي يكون عند الحكومه واضح واستراتيجيه واضحه باش تشتغل. لانه الا جينا نقيموا العمل ديالها كامل راه كنشوفوها تخدم موسميا وكتخرج اغار اذا كانت شي حاجه. حنا ما بغينا هذا الشيء يكون تلقائيا وخدام على مدار السنه، ومريضنا ما عنده باس. ماشي بالضروره نغوتوا وبالضروره ننتقدوا وبالضروره المواطن يخرج يغوت عاد الحكومه تتفاعل، والحكومه يجب ان تتفاعل. هذا دورها، ماشي حنا غادي نغوتوا عليها نقول لك خرجي. تفاعلي معنا، تواصلي معنا، ديري خدمتك. حنا راه ما كنطلبوش المستحيل. اليوم امامنا شهر رمضان، شهر صعيب جدا في المصاريف، الناس ميته والناس رايحه والناس خلات خيمتها. اذا يجب ان ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، ويجب ان نوقفوا هذا الاستهتار اللي كاين في الاسعار. واش علاش هذا زايد 3 ناقص 3 كيلو وهذا محافظ عليها، وهذا زايد هنا وهذا زايد هنا، وهذا ستاسيون زايد هنا وهذا ستاسيون ناقص هنايا، وهذا داير واحد الثمن وهذا داير واحد الثمن. حنا في بلاد وحده ماشي في مجموعه من البلدان. اذا خاص تكون استراتيجيه واضحه نخدموا بها ونخفوا على المواطن. جزاكم الله خيرا ورمضان كريم للجميع وتحياتي لكم.